السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا سارة الفخراني، والنهاردة ان شاء الله الجزء التاني من ترتيب المطبخ وترتيبات اللي هي قبل بداية الشهر. كنت بديت امبارح معاكم ان احنا نرتب ونجرد البهارات، يعني نعمل جردل البهارات والحاجات اللي هي خلاص يعني بايظة وكده نشيلها نرميها ونظبط الدنيا علشان ندخل الشهر على نظافة. هنا كنت بعمل الدرج الاول ولقيت فيه كيس مكرونة ومتبقي يعني، وشوية دي شعير كنت كمان ناسياهم. فعايزة اقول لكم ان الموضوع بتاع الجرد ده بيساعدنا ان احنا نلاقي حاجات يعني كنا سهيانين عنها. فان شاء الله هكتبه عندي في دفتر، عشان كده نبهت عليكم قلت لكم اعملوا دفتر. هكتبه عندي في الدفتر انه في دقيق الشعير مثلا، وفي ايه تاني، ومثلا كنت يعني الحاجة اللي بلاقيها كده ركناها ونسياها فببتدي ان انا اخدها عشان ما تسوسش بس واستهلكها يعني. فدايما ده بيساعدني بصراحة الكتابة زي ما قلت لكم والجرد. اخر درج ده بقى انا ببقى حاطة فيه الفويل، ورق الزبدة اللي هو الورق الكرتون، الكوبايات اللي هي بتاعة القهوة، الأكياس اللي هي المفرش بتاع اللي هو بنتفرش على الترابيزة للسفرة، الكلام ده كله اللي في المواعين. الحاجات دي كلها بصراحة أنا بحب إن أنا الدرج ده يبقى للحاجات الورقيات يعني تعتبر. فبيرتب لي دماغي جدا إنه أنا حاطة الحاجة لما تنقص من مثلا عندي ليه في المواعين ببقى عارفة. لأن ضروري جدا خلي بالكوا إن انتوا تغيروا، تحرصوا يعني إن انتوا تغيروا ليه في المواعين، لأن بيبقى عليها بكتيريا وحشة جدا مؤذية وبعدين بتضر من غير ما نحس يعني. فخلي بالكم من النقطة دي، ما تسيبوهاش فترة كبيرة يعني، حاولوا كل شهر مثلا تغيروها مرتين تلاتة على حسب يعني. وتعقموها دايما بمية سخنة، أنا بعمل كده يعني، ساعات بعقمها بمية سخنة واسيبها مثلا أسبوعين، فده بيبقى برضو كويس يعني. فأهم حاجة إن احنا نركز في الحاجات البسيطة دي يعني، وربنا يحفظنا جميعا يا رب. هنا بقى بحط زي ما قلت لكم الأكياس الورق الفويل، ورق الزبدة والكلام ده، وبكتب بقى الحاجات النواقص اللي هي ناقصاني. فبس اتمنى امبارح ان انتوا الفيديو يكون عجبكم يعني واستفدتوا منه لو بحاجة بسيطة يعني. اكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم وشاركوني افكاركم، وهستنى تعليقاتكم الحلوة اللي بتبسطني جدا والله منكم. وبالنسبة لإيه تاني حبايب قلبي، فكده أنا ده التربو ده ببقى حاطة فيه كده، اللي هو فوق بيبقى محطوط فيه الرز المكرونة القصة دي، وتحت بيبقى محطوط فيه اللي هو زي ما انتوا شايفين كده الورقيات بقى الفويل الكلام ده. ونخلص ده ان شاء الله هنروح على طول نعمل الرز والمكرونة، نشوف برضو اللي فاضل عندي قد ايه ونحطهم ونشوف اللي احنا عايزينه للشهر الجديد. وكده انا هنا خلصت ولمعت التربو من بره كده، وعشان ايه؟ عشان نبتدي ان شاء الله نشوف الحاجة اللي ناقصة. ودلوقتي بعد ما خلصت الدرج والحاجة اللي فيه، دلوقتي جيت بقى الحاجات اللي هنا. انا عندي لقيت كيس سكر واحد خلاص كده يا دوبك ده دلوقتي هنستعمله، ونجيب ان شاء الله اول الشهر بقى هنفتحه ونحطه بقى هنا. دي علبة السكر، وهفضي معاكم بقى زي امبارح نكمل بقى ايه باقي التنظيمات. وعايزه اقول لكم بقى ان انتوا لما تعملوا كده دماغكم بيرتاح جدا صدقوني، وهتتبسطوا قوي وهتبقوا حاسين بان في حاجات كتيره وحشه اتشالت من دماغكم يعني. الواحد بيبقى عنده تشوش على فكره وعدم تركيز من ان هو بيبقى طول الوقت مركز في ايه ناقص كده يعني، مخنا بيبقى دايش. لا، فانتوا خلوا مخكم ايه دايما بالكتابه وبان كنتوا تنظموا وتشوفوا اللي ناقص والحاجه اللي ملهاش لازمه وتلغوها. تمام، دي علبة السكر كده هجيب غطاها دلوقتي. هنا عندي شوية خل متبقيين، اول الشهر برضو نجيب ان شاء الله خل. فعندي كده ده خل الطاووس ده جميل جدا، فهحطه هنا. عندي العلبة اخت دي اللي فيها زيت الزيتون اللي قلت لكم بجيبه، بيبقى سعره رخيص وبستعمله للطبخ يعني. ما بيبقى السيوي ما بيبقاش جودته عالية طبعا، بس بيبقى للطبخ بدل الزيت النباتي بصراحة اريح لي كتير في الطبخ. اما ده ساعات بجيبه بصراحة بيبقى غالي شوية، بس بحطه على الجبنة القريش وبيقعد معايا فترة كبيرة يعني. تمام، بيبقى سعر الازازة غالي شوية، بس بيبقى نوعه طبعا انضف كتير من التاني يعني، اغلى كمان. فبيبقى ده للسلطات، لشوية على جبنة قريش على الصبح، على للفطار الكلام ده. فده بفضيه هنا في الازازة دي، وساعات صراحة لما بيخلص اخر الشهر يعني بقوم بحط منه على الاكل وخلاص بقى يعني،
بس الاكتر بعتمد على السمنه والزيت الزيتون اللي هو السيوي في الطبخ، اكتر حاجه هتلاقوني بعملها يعني. والزيت النباتي ساعات بجيبه بصراحه عشان الطبخ بس. الزيت سوري النباتي بجيبه علشان الايه، عشان القلي. تمام. هنا بقى بحط الرز البسمتي بس هو خلصان يعني اصلا مفيش، فهسيب العلبه زي ما هي كده، هي نضيفه مفيهاش حاجه، وهحط عليها برده ليبل ان هي للرز البسمتي. دي بقى عندي هنا الشعريه بحطها خلاص، يعتبر خلاص اخر حبه برده، ان شاء الله نبقى نجيب اول الشهر ونعبي مع بعض. في شويه مكرونه عندي هنا، مكرونه اللي هي بنه. وهنا بحط لسان العصفور، مش بستهلكه كتير بصراحه، فالحبه دول بقى لهم كتير قوي. هركز ان انا الشهر ده ان شاء الله استهلكه واعمل معاكم اكله حلوه قوي بلسان العصفور باذن الله. هبتدي ان انا برده احط عليهم الليبل بتاعهم. العلبه الكبيره دي فيها رز، ده رز كده ابيض اللي هو المصري برده، دول اخر حبه، دول اللي فاضلين عندي اخر حبه، فبرده ايه دي العلبه اللي انا مخصصاها للرز. هنا ما لقيتش عندي في الليبل الجاهزه، فكتبت على دي انه رز مصري عشان ما لقيتش الرز معاهم، فكتبتها هنا. بسم الله. بس كده تمام. العلب دي برضو كنت جايباها من تبروير، عايزه اقول لكم انها من العلب الجميله جدا، اللي بتحافظ برضو على الخزين، رائعه ما شاء الله اللهم بارك. يعني اللي حابب ان هو يجيبها زي ما قلت لكم امبارح برضو، يعني جوه على طول جيبوها، لانه هي ممتازه 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 والله. ده حطيت الليبل عليه، وان شاء الله لما نجيب بقى اول الشهر نفضيه مع بعض. وعندي هنا دي شعريه، بعد ما كتبتها اتلخبطت مني الكتابه كده فاشيلها، ولقيت سبحان الله على طول ايه اللي هي مكتوبه، فدي احلى كتير. تمام. والمكرونه اهي برضه هشيلها واحطها. اتمنى ان انتوا تكونوا الفيديو اللي فاتت استفدتوا بالحاجات اللي احنا عملناها مع بعض يعني، وخدتوا فكره حتى بسيطه تفيدكم يعني في التنظيم والترتيب وكده. انا عندي شويه عدس برضو، خلاص اخر حاجه برضو ان شاء الله اول الشهر نجيب. ولقيت النهارده في الدرج زي ما انتم شفتوا في جيلي تاني اللي هو الفراوله، وده ده كان بايه بالليمون، هنعمله النهارده ان شاء الله، هقول لكم فكره جميله جدا. وده بالكريز. تمام. ده ليمون وده كريز، ده ليمون ونعناع وده كريز اللي هو ده، فهنعملهم مع بعض فكره جميله قوي دلوقتي هنطبقها ان شاء الله بعد ما نخلص. بس كده حبايبي. وده العدس البيضه برده هعمله بنفس النظام، وكده لازم يبقى معاكي الورقه والقلم. انا معايا اهي ورقتي وقلمي، وبكتب بقى، بسجل زي ما قلت لكم امبارح، بسجل كل الحاجات اللي ناقصه، وبشوف بالظبط انا محتاجه لايه عشان لما انزل ابقى دماغي متنظم وانزل اجيب الحاجه على هذا الاساس. وهنا دي العلبه دي انا حاطه فيها الفيجيتار او البقسماط، انا بصراحه ده عاملاه في البيت من بواقي العيش، وكمان بحط عليه فيجيتار اللي هو الفيجيتار الجاهز البارد العادي، لان احنا بناكل البارد، وبيبقى معايا كده في العلبه دي محكمه وتمام جدا اهو بالشكل ده. وعندي ده لقيته في الدرج وانا بنضف معاكم دلوقتي، دي تلبينه او دي شعير يعني تعتبر. انا التلبينه بصراحه بجيب اللي هي تتشرب من امتنان، ليه؟ لان طعمها ما بيبقاش فيه يعني، بيبقى حلو قوي للشرب. اما للمخبوزات فانا بجيب بصراحه اللي هو دي الشعير ده من عند فتح الله، بيبقى سعره كويس يعني. الحبه دول مثلا عاملين 18 جنيه، سعره كويس جدا. فدول كده ده تلبينه او دقيق شعير.
شويه المكرونه اللي لقيتهم دول ان شاء الله هجيب بقى اول الشهر ان شاء الله، نشوف اللي ناقص نجيبه بقى، هحطهم هنا في العلبه دي عشان لما اجي استهلكهم يعني، بس عشان الدوشه هطفي. ده كده بعد ما خلاص رتبتهم، تعال نحطهم بقى في الضرفه بتاعتهم. ودي الضرفه انا مسحتها حبايبي، وهنحط بقى هبتدي ان انا احط فيها المفرش. انا عملته على قدها بس لقيت ان هو من العرض عادي جدا فسبته. هبتدي ان انا احط بقى الحاجه اللي عملناها مع بعض. ده البقسماط اللي هو الفيجيتار، تمام، وده العدس هحط كده فوقيه، وعندي دي اللي هي لسان العصفور. لسان العصفور مش بستعمله كتير فهخليه ورا، بس ان شاء الله اركز معاه الشهر ده عشان ايه بقاله فتره بدل ما يسوس او كده. عندي المكرونه والشعريه، وبحط جوه بقى هحط الرز البسمتي فاضي بس لما نيجي ان شاء الله اول الشهر نبقى نملاه. وعندي هنا دي عدس بجبه كمان، وهنحط المكرونه سوري الرز المصري. وبس كده حبايبي. وزيت الزيتون كمان برجع احطه هنا عشان يبقى في حته ضلمه عشان يحافظ عليه اكتر. ده كده تنظيمه الدرج النهارده، ده اللي هو رف الخزين، واول الشهر ان شاء الله نجيب النواقص ونعملها. ودلوقتي تعالوا اقول لكم هنعمل ايه بالجيلي. انا هنا عندي جيلي اللي هو الكريز، هبتدي ان انا افتحه واعمله ايه بطريقه الجيلي العاديه خالص. هحط الباكو واحط عليه نص كوبايه ميه سخنه ونص كوبايه ميه ساقعه. الاول الميه السخنه بدوبه فيها كويس وبعد كده بكمل بالميه الساقعه. الجيلي هنا عندي مكتوب عندكم على العبوه من بره طريقه اللي هي يعني كام قد ايه المقدار. وهنا لقيت عندي كيكه اللي هي متبقيه ما حدش راضي ياكلها، فقلت ايه بقى بدل حرام ما تترمي، يعني ان انا افتتها بالمنظر ده، وهتشوفوا هعمل بيها ايه دلوقتي. هحط كل كميه الجيلي اللي عندي هدوبه بس كويس جدا الاول، واحطه عندي هنا في البوله دي يعني او في الطبق ده بالمنظر ده. ودلوقتي كده بعد ما حطيته هبتدي ان انا اشيله في الفريزر يسقع او في التلاجة يسقع يعني يجمد، تمام. وعلى بال ما يخلص بقى معايا هبتدي ان انا احط بقى الجيلي الاصفر اللي هو بالنعناع والليمون. هعمله بنفس الطريقة، يعني هبتدي ان انا اعمل ايه، هجيب المية السخنة وبعد كده هدوبها الاول كويس جدا جدا، عشان الاول غلبني شوية عشان زودت المية الساقعة على طول. تأكدوا ان انتوا تدوبوه الاول كويس جدا في مية سخنة، وبعد كده بقى تضيفوا المية الساقعة في الاخر بعد ما دوبتوه تماما يعني. فهنا بقى انا ايه قعدت ادوبه بقى بضمير فدوبوه كويس بس عشان ما يغلبكوش في الاخر. وفي الاخر بقى تزودي شويه ميه ساقعه بعد ما تخلصي بقى دوبتيه تماما، زودي شويه ميه ساقعه عشان ينجز معاكي في الوقت، يعني ما ياخدش وقت كتير قبل ما يمسك. احنا كستات كده دايما ايه بنبتكر لما يبقى عندنا حاجة كده في اخر الشهر. برضو عندي كيكة وخلاص خلصت يعني، ودي المتبقي منها محدش راضي ياكلها بقى، انا شافت شوية في التلاجة فرحت عملت الفكرة دي على اساس انها تتاكل. فسبحان الله بيبقى يعني حفاظ على النعمة وفي نفس الوقت عشان ما نهدرش يعني في الاكل حرام. دلوقتي بصوا بعد ما مسك الجيلي بالمنظر ده خلاص هو مسك كده، هبتدي ان انا اعمل ايه بقى، هحط الكيكة اللي عندي بالمنظر ده كلها 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 خلاص كده، عشان هو الغرض الاساسي ان احنا ايه نتخلص من مش نتخلص من كيكه يعني تتاكل انها تتاكل، تمام اهو بالمنظر ده تمام كده. واساوي بس احاول ان انا اسويها. بصوا بقى عندكم كريمه في الوقت ده تمام، عايزين تعملوا كاسترد مثلا وتحطوه حلوه قوي. انا بقى ما عنديش بصراحه، وحتى مش ما عنديش يعني، بس انا عملتها حاجه سريعه وبالموجود عندي. ده باكل جيلي التاني بقى. ايه الفكره ان هو يبقى مش ماسك نفسه علشان يشرب الكيكه، اولا يطريها وبعد كده بقى هيدي ايه منظر مختلف تماما
على الوش يعني. بصوا بالمنظر ده برضو ما دابش، قعدت ادوب فيه كتير وبرضو ايه فضل فيه في الاخر حبه صغيرين. خلاص بقى مش مشكله، تمام كده بالمنظر ده اهو. عايزه اقول لكم بقى لما تجمد ونقطع منها هيبقى حاجه بقى جميله جدا ان شاء الله. هسيبها بقى بالشكل ده في التلاجة تجمد وبعد كده اجي اقدمها معاكم. ودلوقتي ده شكل الجيلي اللي احنا عملناه بعد ما طلع من التلاجة. عايزه اقول لكم بصوا الطبقات، شايفين شكل البوله من تحت؟ شايفين كده؟ انا عملتها شفافه مخصوص عشان شكل الطبقات يبان. بسم الله، هقطعها كده بالشكل ده على 4. جربوها يا جماعة ان شاء الله هتعجبكم، وفكرة جميلة عشان ايه نخلص بيها من بواقي الكيك اللي قاعدة عندنا في التلاجة. تمام، هي بس ايه تطلع كاملة كده على بعضها. بسم الله. اوبس، عادي جدا، تشكيلت شوية من تحت بس عادي جدا. عايزة اقول لكم بصوا الجمال، بس بصوا الجمال، تحفة 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 ما شاء الله. اجيب معلقة بقى وادوق واقول لكم بالظبط ايه رأيكم. دلوقتي هقطع كده حتة. بصوا الجمال ما شاء الله تبارك الله، تحفة. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. هدوق واقول لكم. بسم الله. تحفة ما شاء الله تبارك الله، مطريه الكيك ومدياله طعم جميل، وجربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. كده هكون ان شاء الله خلصت النهارده الفيديو بتاعي على كده. واتمنى طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش يعني من اللايك، ما تنسوش تشتركوا عندي في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل حاجه بنزلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.